واحد بيحكي وبيقول انه نقل من بيت لبيت مع مراته، بس كان دايما حاسس ان في حد بيراقبه، حد مش متشاف، والاحساس ده كان قوي جدا عنده. وفي يوم من الايام وهم نايمين هو سمع صوت جاي من بره، والصوت اللي كان من بره ده بدأ يتنقل فوق السطوح. اصوات غريبة، ناس بتجري وفي ناس بتهبد برجليها على الارض. طلع يبص فوق السطوح، لقى الدنيا فاضية خالص ومفيهاش اي حاجة. نزل عشان يكمل نوم، الصوت رجع، بس رجع اقوى من الاول، وكمان بقى مزعج اكتر. واللي زاد بقى ان هو سمع صوت ناس بتتخانق مع بعض بصوت عالي، وكل ده جاي من فوق السطوح بالليل. طلع يبص تاني، لكن لما طلع المرة دي شاف حوالي 5 خيالات لأشخاص واقفين فوق. شافهم مجرد لحظة. بعدها بكام يوم أصوات الناس دي بدأت تبقى في الشقة عنده، مش فوق السطوح. وباب الشقة كان بيتفتح ويتقفل، والباب أصلا كان مقفول بالترباس. الموضوع تطور بقى يشوف أكرة الباب بتتحرك وتتفتح لوحدها، وكان في حد قاعد بيحركها، والنور مرة قفل عليه وشاف زرار النور وهو بيتقفل قدامه. كان نفس الحد اللي مختفي بيدوس على الزرار ويقفله. ما استحملش طبعا كل المهزلة دي، وراح جاب شيخ، والشيخ قاله ما تخافش، دول عمار البيت وبينكشوك، ودي حاجة طبيعية لكل الناس اللي بينقلوا من بيت لبيت او معظمهم. بس صاحبنا ما اقتنعش بصراحة. هو راح قال للشيخ انا هتصرف بنفسي، وراح فتح موقع من مواقع تحت السلم دي، ولقى طريقة صرف عمار البيت. واستنى يوم الجمعة لما مراته راحت عند أهلها، وقرأ آيات من القرآن معينة وخلط معاها شوية طلاسم. بعد ما عمل كل ده حس ان الحيطة اللي قدامه زي ما تكون بتتحرك او بتبعد عنه. بعدها عدى اسبوع وما حصلش فيه اي حاجة من اللي كان بيشوفها او كان بيسمعها. قال بس خلاص هو كده صرفهم والموضوع انتهى. بس سمع في مرة صوت حد بيخربش في الحيطة. راح على مصدر الصوت، لقى قطة واقفة بتحفر في الحيطة كأنها بتنكش على حاجة أو بتدور على حاجة. الراجل وقف محتار، هي القطة دي جات ازاي ومنين وبتدور على ايه؟ والقطة كانت صغيرة جدا. أخدها وطلعها برا البيت، وبعدها نام وحلم ان في راجل لابس اسود بيحفر في نفس المكان اللي القطة كانت بتخربش فيه. الراجل ده قال له انت طردتني من بيتي، وطردي هعاقبك عليه. بعدها البيت ما بقاش مريح اطلاقا، ودايما في شعور خنقة وضيق، واول ما بتخش البيت تحس ان انت مش عايز تقعد فيه. ومرة كان نايم وصحي لقى مراته قاعدة جنبه على السرير بتعيط، فبيقول لها مالك بتعيطي ليه؟ لفت ووشها كان لونه اسود ومتقطع وبتنزف على السرير، وفجأة اختفت. المشكلة ان مراته دخلت من باب الأوضة اصلا، لان هي كانت في الحمام. بعدها مراته قررت تسيب البيت كله، وقالت له ان هي اصلا بتشوف حاجات كتير وما بتحكيش عليها وما بقتش مرتاحة. رجع للشيخ اللي حكينا عنه في الاول وحكاله اللي حصل، وقال له انت صرفت عمار المكان، ولما صرفتهم دخل مكانهم جن مؤذي. وراح الشيخ معاه البيت تاني، وقعد يقول كلام وتلاوات قرآن كتير جدا في البيت. وبعدها ما بقاش يشوف حاجة ولا يسمع اي حاجة. عمار البيت لهم فوايد زي ما لهم عيوب بالظبط. يعني مثلا حمايتك زي ما قلنا، واحيانا في منهم ممكن يفكرك بالعبادات. وفي ناس بتصحى من عز النوم على صوت الجامع، او حتى قبل ميعاد الصلاة بدقايق، ده بيبقى من عمار البيت، بيبقى قاصد يصحيك علشان تصلي. ودي بتحصل كتير جدا، لان معظم عمار البيت ليهم ديانات زيك بالظبط، مسلمين ومسيحيين. طبعا الرأي العلمي بيرفض كل المواضيع دي، وبيقولوا ان مفيش حاجة اسمها عمار البيت. تعرفوا ان في المغرب
بيستعينوا بروحانيين علشان يحلوا جرائم كتير جدا عن طريق عمار البيت؟ أصلهم بيبقوا شايفين كل حاجة بتحصل، ولو حصل جريمة بيجي الشخص ده يسأل عمار البيت وهم بيقولوله على اللي حصل بالتفصيل. في علامات بقى تعرفك ان عمار البيت اللي قاعدين معاك مؤذيين او مش حابين وجودك. الأصوات مثلا، صوت ضحك وصريخ ملوش مصدر، صوت خربشة على الحيطان والأرض، حاجتك بتختفي ومش بترجع تاني، أصوات بتنده على أسامي مش موجودة أو بتنده على اسمك مثلا، فتح وقفل الباب فجأة، صوت خبط على الحيطان أو الأبواب، وصوت حاجة بتقع على الأرض ولما تروح ما تلاقيش حاجة، خوف كبير من انك تطفي النور وتبقى حاسس انك لو قفلت النور هتشوف حاجة قدامك. وتصرفات الحيوانات سواء الكلاب او القطط، الحيوان بيشوف حاجات كتير انت مش شايفها، زي مثلا يدخل مكان معين، أوضة معينة، ويفضل واقف قصادها وباصص جواها ومش راضي يتحرك، خايف يدخلها. إحساس دائم إن في حد نايم جنبك أو وراك، أو تخاف تنام وظهرك للباب. أصوات مثلا فوق البيت كتير جدا ويبقى الناس اللي فوق نايمة مثلا، أو أساسا مفيش حد فوقيك. في تصرفات كتير بتبقى مؤذية لعمار البيت، زي إنك تصرخ أو تزعق بالليل، أو تسيب مثلا طفل أو حتى شخص كبير يدخل الحمام ويقعد وقت طويل جدا بالليل. غسل المواعين والتنظيف والنشر بالليل ده، وفي الآخر بتيجي تشتكي من الجاثوم وحاجات تانية كتير. الاستعراض قدام المراية، يعني انت واقف دلوقتي قدام المراية وعمال تستعرض نفسك كده وتستعرض جسمك. انا مقدرة جدا انك جامد قوي والله، بس بعد اذن الجمال خف استعراضات. وقفتك قدام المراية بتأذيهم برضو، وصب المية وهي سخنة في الحمام او الزيت السخن في الحمام ده ممكن يموت حد فيهم. ولو ده حصل وحد منهم مات، اهله هيقلبوا حياتك جهنم. طبعا لو حصل معاكم اي حاجة من اللي قلتها اكتبولي في التعليقات، ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. باي.